السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. هنستكمل مع بعض أسرار العملات المصرية القديمة ونتكلم عن عملتين تم إصدارهم في الفترة الملكية الخاصة بالملك فاروق الأول ملك مصر. عملة تم إصدارها سنة 1938، والعملة الأخرى وهي 10 مليم، والعملة الأخرى 5 مليم تم إصدارها سنة 1941. هنبتدي بالعملة اللي تم إصدارها سنة 1941 وهي عملة ال5 مليم. العملة دي من النحاس بالشكل ده، بتحمل وجه الملك فاروق ملك مصر، والجهة المقابلة لها 5 مليمات. المملكة المصرية إصدار 1941. دي مواصفاتها، بتعمل من 100 ل 200 جنيه مش أكتر، لأنها متوفرة وبكثرة في السوق. العملات الملكية فيها حاجات بتجيب فلوس كتيرة جدا، هنتكلم عنها باستفاضة في الحلقات اللي جاية. أما عملة ال10 مليم فتم إصدارها سنة 1938. عملة نحاسية بتحمل وجه الملك فاروق ملك مصر فاروق الأول، ده في الوجه، والوجه المقابل لها 10 مليمات مصرية، ومن فوق المملكة المصرية. كل ما يخص المملكة مع السنين ومع الوقت هيجيب فلوس، بس الناس ما تستعجلش، كل يوم بيظهر جديد وعملات جديدة. العملة دي بتعمل لها تقريبا من 150 ل 250 جنيه، يعني العملتين مع بعض ممكن يعملوا مع بعض 400 جنيه الاتنين دول تقريبا، كأعلى سعر وحالتهم كويسة ممكن يوصلوا ل 500. فتش في جيوبك، دور في دولابك، دور في محفظتك، عند جدك عند جدتك، وبإذن الله هتعثر على عمولات ممكن تبقى نادرة جدا واحنا ما نسمعش عنها، لأن في حاجات كانت موجودة وانقرضت فعلا، موجود منها نسخة أو 2 أو 3. وربنا يوفق الجميع. تابعونا على التيك توك محمد حكيم، وعلى اليوتيوب اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. تحياتي لحضراتكم واشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.